السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله قصتي اليوم تلقاكم بألف خير وصحة فطوركم. عنوان قصتنا اليوم: عيش مظلوم وما تعيشش ظالم. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. قالوا ناس زمان: شحال من فم يهدر بلا ما يفهم، شحال من واحد ظلم بلا ما يخمم، شحال من قلب غارق في الهم بلا ما يتكلم، وشحال من واحد يضحك وفي داخله يتألم. وبسم الله بديت وعلى النبي صليت. كان يا مكان في قديم الزمان، كان راجل مغرور وأبخل منه ما كانش. وكان الراجل هذا متزوج، ومرته مسكينة كانت حاملة شقة وصابرة عليه وعلى المعيشة اللي معاه، وعمرها ولا عصت أوامره ولا غلطت في حقه. وكانت تقول يجي نهار ويفرجها ربي. وما كانش راجلها برك لي آذي فيها، حتى من الجيران ما كانوش ناس ملاح معاها. روح يا زمان ورواح يا زمان، قررت المرأة هذه تفركت على خدمة تعيش منها. خرجت وبدأت تحوس من بلاصة لبلاصة، بالصح ما لقيت حتى خدمة. رجعت لدارها وقعدت تخمم مع روحها، وقالت: لو كان نطلب من عند راجلي شوية دراهم ونخدم بيهم ما نظنش يرفض. راحت المرأة راجلها وحاولته حتى وافق، وعطى لها شوية درهمات. قال لها: بصح ترجعيهم لي. قالت المرأة: الخدمة اللي تليق بيا هي اني نكون معلمة ونعلم نساء كيفاه يطيبوا ويغسلوا الصوف وينسجوا. وهذا اللي كان. بدات المرأة تخدم في الخدمة هذه في دارها، ونساء ولاو يجوها ويتعلموا عندها من كل بلاصة من المدينة هذه. وبدأت تنجح في خدمتها وانتشر خبرها وسط الناس، وكامل ولاو يهدروا على مرت فلان، حتى وصل الخبر للسلطان. قال خدامه: حبكم تجيبوا لي مرت فلان. راحوا وجابوها له، دخلوها. قالت له: السلام عليكم. قال لها: وعليكم السلام. سمعت باللي راكي مرا قافزة وشاطرة وفحلة ما شاء الله، وكل صباع بصنع. قالت له: هذا من فضل ربي يا سيدي السلطان. قال لها: واش رايك تعلمي لي الجاريات اللي عندي ونعطيك 7 شكاير ويز؟ المرأة قبلت وبدأت تخدم في قصر السلطان. فاتوا الايام، بدأت تطلع بها. قررت تطلق من عند راجلها، وهذا اللي كان. طلقت منه ورجعت له دراهمه، وعاشت هي في القصر عيشة الملوك وسلاطين. هيا سيدي، بعد مدة من طلاقها من راجلها اكتشفت بلي راهي حامل بتوان. ضربت النح وما حبتش تقول لراجلها، وبقات في القصر والسلطان والجاريات والخدم قايمين بيها. بعد مدة من الزمان لحق الخبر راجلها من عند واحد من خدام القصر. قال ليه راجلها: كي تولد ندي ولادي من عندها، وإذا ما قبلتش نقتلها. سمعت المرأة بالهضرة اللي قالها راجلها، حزنت حزن شديد وقالت: وكلت أمري ليك يا ربي. هيا سيدي، كي قريب يوصل ميعاد الولادة تاعها ووسوس ليها الشيطان في عقلها، حتى قالت مع روحها: علاه نعطيله ولادي؟ درك ندير ليه نشف المزود ونبعثهوله، يا حسابهم ولاده يدخل يديه يقرصون حنش ويموت ونتهنى منه. وهذا اللي صرا. مات راجلها، وبعد ما مات حست المرأة بندم شديد على واش دارت. بعدها قررت تشري قصر تعيش فيه هي وولادها، وهذا اللي كان. وعاشت حياتها سعيدة ومتهنية، حتى واحد النهار جاء ليها الغول وطلب منها تعطي ليه جرة نحاس برك. بصح الغول كان ناوي ياكل المرأة ويدي ولادها يسم منهم مليح، وبعدها تجي دالتهم باش ياكلهم. خرجت ليه معهم الجرة تاع النحاس، نقز عليها وكلاها. وكانت عندهم في القصر زريبة مليانة بالخرفان والمعيز. ادى الغول طفلة اللي كان اسمها بلارة، وخوها اللي كان اسمه غزال. وكانوا الغول كل يوم ياكل خروف ولا معزة من الزريبة. بعد ايامات عرفت بلارة وخوها غزال بلي الغول حاب يسم منهم مليح وبعدها ياكلهم.
قال لها أخوها لازم نديروا له خطة يا أختي ونقضوا عليه. قالت له بلارة دبر عليا يا خويا واش نديروا؟ قال لها نحفروا له مطمور ونشعلوا فيه النار ونطيحوه فيه وهيك يموت ونتهنوا منه وننتقموا ليمانا. وهذا اللي كان، حفروا مطمور وشعلوا فيه النار ورماوا فيه الغول تحرق ومات. قعد غزال مع أخته في القصر مدة من الزمان، وفي المدة هذه بدأ الشيطان يفرق ما بيناتهم، وبدأ غزال يخمم يدي ورث يمه وحده وما يشاركش أخته معاه، وقرر يدير حيلة لأخته باش يقتلها. وفعلا دار الشي هذا وحفر لها قبر في جنينة الورد ودفنها فيه. بالصح سبحان الحي الدايم، بلارة ما ماتتش وكانت تتأن من تحت التراب، حتى واحد النهار فت عليها غزالة سمعتها، حفرت عليها برجليها حتى بان وجهها ورضعتها من حليبها، وولت الغزالة كل يوم تدير هك مع بلارة. نرجعوا لخوها غزال. هيا سيدي فاتوا الايام والولد مصاحب غير صحاب السوء، يوكلوا عنده ويتكسوا من ماله، وهو غير يجبد ويمد ليهم كل بهلول. وتزوج، ومع الايام غزال خسر ثروته وماله وما وفقوش ربي في حياته، وولات عنده غير حانوت واحدة برك. واحد النهار وهو قاعد حزين ويخمم فات عليه شيخ كبير، وكان على باله بغزال واش يدير. قال ليه إذا حبيت ربي يبارك لك في رزقك يا ولدي ما تتبعش أصحاب السوء. قال ليه غزال وش راك تقول يا شيخ؟ وين هما أصحاب السوء اللي راك تهدر عليهم؟ قال ليه صحابك يا ولدي، جرب روح ليهم واختبرهم وقول ليهم باللي خسرت كلش وما نسعى حاجة وشوف ردة فعلهم. خذا الولد راي الشيخ ودار كما قال ليه. صحابه كامل فارقوه وقفلوا عليه البيبان ولاو ما همش مستعرفين بيه بكل. الولد ولا يبكي بصح فاق قبل ما يفوت الأوان، وراح الحانوت وعمرها بالسلعة وبدأ يخدم بالتجارة وتعدلت أحواله وولا من كبار التجار في مدينته. بصح واحد النهار تعرض للسرقة ورجع لنقطة الصفر. مرته كرهت منه ومن أحواله اللي دايما تتقلب، وربي ما هوش موفقه. غزال ما حبش يخسر مرته وأقنعها تقعد عنده حتى يلقى حل ويعرف علاه ربي ما هوش موفقه في حياته. واحد النهار وهو قاعد مع روحه تفكر اخته بلارة واش دار فيها، وعرف روحه باللي دار ذنب عظيم عند ربي سبحانه. بدا غزال يبكي وتاب لربي سبحانه على ذنبه، وراح زار قبرها مع مرته. قالت له بلارة على حبيت تقتلني يا خويا واش درت ليك؟ غزال تخلع، في نفس الوقت فرح وقال لها الحمد لله راكي حية يا بنت يمة وبابا. ودها هو ومرته ودو لها جراحة وطلب منها السماح، وقال لها الطمع هو لعمالي البصيرة وظلمتك، ومن نهار هذاك يا أختي وربي ما وفقنيش في حتى حاجة في حياتي. بلارة كان قلبها بيض وطيبة، سامحاته وقالت له السماح يا خويا دنيا واخرة، وفي الدنيا هذه عيش مظلوم بصح رد بالك تعيش ظالم. وعاشوا مع بعضهم متونسين، وحملت مرته غزال، وبعد مدة مات غزال وولدت مرته وجابت طفل سماته على اسم باباه غزال. وقررت بلارة ومرت خوها يخدموا، وهذا اللي كان خدموا. وعاش غزال الصغير معزز مكرم في وسط يماه وعمته بلارة، وكتب له ربي حياة سعيدة كلها هنا وراحة وخير. هنا كملت حكايتي، نقول لكم صحة فطوركم وسحوركم، نتلقاو إن شاء الله بحكاية جديدة، والسلام عليكم.